المساعدة عن بعد من أهم الخصائص في التكنولوجيا. فلو في حد مش عارف حاجة في الكمبيوتر بتقدر إن أنت تدخل من على بعد وتحل له المشكلة أو توري له إزاي يحلها أو تعمل له حاجة وأنت قاعد مكانك. بس طبعا الهاكرز ما سابوش النقطة دي في حالها، وبدأوا يستخدموا التحكم عن بعد في إن هم يقدروا إن هم يدخلوا على أجهزة الناس ويستغلوها ويعملوا اللي هم عايزينه. خليك معانا. Don't you be afraid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا معتز رجب وأنت على قناة هاكر ماسترز سكول. هنتكلم النهاردة عن شوية حاجات في المساعدة عن بعد زي الريموت اسيستنت والريموت ديسكتوب، وهنبص بصة بسيطة كده على إعدادات المنطقة واللغة وإزاي نقدر إن احنا نغير شوية أوبشن داخل الويندوز. وهنبدأ بالجزء الأول بتاعنا الكلمات. ريموت ديسكتوب سطح المكتب البعيد، ريموت اسيستنت المساعدة عن بعد، ريجن منطقة، ريكومندد موصى به، لانجويج اللغة، سبيتش نطق، compatibility التوافق، allow مسموح، invite يدعو. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة موضوع إعدادات اللغة. أنا بعد خلاص بقى ما نزلت نسخة الويندوز عايز أبدأ مثلا، لو أنا ما ظبطتش مثلا إعدادات اللغة والمنطقة والكلام ده من بره، أقدر إن أنا أدخل أظبطها من جوه. كل اللي أنا هعمله هدخل هنا على قائمة ستارت، وطبعا بصوا أي حاجة هتحتاجها هتقدر تجيبها من قائمة ستارت لما تبدأ تيجي تكتب أول حروف منها. يعني مثلا وليكن احنا دخلنا كده دوسنا كتبنا ري، أبص أول ما كتبنا ار اي بدأت تظهر على طول اللي هي إعدادات المنطقة. هنفتح هنلاقي هنا عندي أهو الكرنت مثلا بتاعنا ايجيبت. عندي هنا مثلا ايه هي الريكومندد بتاعت الفورمات مثلا بتاعت المنطقة. لا انا بحب ان انا اخليها مثلا الانجليش. طبعا تقدر تغير كمية حاجات هنا زي مثلا الفيرست داي مثلا في الويك، الشورت داي بتاعك عامل ازاي. كل الاعدادات بتاعت الوقت والحاجات دي تقدر ان انت تغيرها من هنا. ولو حابب ان انا ابدا ان انا ادخل العب في موضوع الوقت او ان انا اقعد اغير الوقت او التاريخ او الكلام ده، بنبدأ ندخل من هنا بنغير اي حاجة. ودي برضو هنا نفس القائمة اللي هي كانت مفتوحة لنا في الاول. ودي اللغات مثلا لو انا حابب مثلا اغير اللغة الاساسية اللي هي بتاعت المظهر بتاع الويندوز بتاعتي اخليها ايه. طبعا في ناس كتيرة جدا بتحاول يعني بتحاول تغير موضوع الديسبلاي لانجوج ده. بس انا بفضل طبعا ان هو يتعامل بالانجلش، لان دي يعتبر اللغة اللي هتقدر ان انت تتعلم بيها كمبيوتر كويس، فما ينفعش تخليها عربي. وطبعا هنا اللغات بتاعتي دي اللغة بتكون اللغة الأولى بتاعتك اللي هي اللغة الإنجليزية، وبتضيف اللغة العربية علشان لو أنت عايز تبدأ إن أنت تكتب أي حاجة بالعربي. طبعا دي إعدادات اللي هي حاجة اسمها السبيتش، حاجات بقى علشان تقدر إن أنت تتكلم بتاعة المايك والصوت والحاجات دي. نبدأ نتكلم على نقطة تانية، ألا وهي الكومباتيبلتي. أنا دلوقتي فلنفرض مثلا كنت شغال على برنامج قديم وعايز أبدأ أظبط الكومباتيبلتي بتاعته. طيب هعمل إيه؟ هاجي على البرنامج وهقف عليه واقول له بروبرتيز هنا كده compatibility. هاجي اقول له والله انا عايز البرنامج ده اشغله زي ما يكون كان شغال على ايه. نضغط علامة صح هنا كده هيفعل لي التشيك بوكس ده. هبدأ اختار والله لو البرنامج ده ما بيشتغلش غير على ويندوز فيستا وانا اخترت ويندوز فيستا ودوست له ابلاي او اوكي، خلاص لا البرنامج هيشتغل معايا طبيعي جدا لو هو ما بيقبلش النسخ الاحدث. طبعا عندي فيستا سيرفيس باك 1 سيرفيس باك 2. لو البرنامج طبعا كان شغال على 7، لو البرنامج شغال على 8 هيبدأ ان هو يعمل داون جريد للاوبريتنج سيستم بالنسبة للبرنامج ده بس علشان يشغله
as a operating مثلا system Windows مثلا 8. فالحتة دي مهمة جدا للناس اللي كانت بتبقى مثلا جايبة برامج مثلا من شركات برمجة وكانت معمولة على النسخة مثلا ال8 أو ال7 أو الفيستا. طبعا الاكس بي مش موجود لأن خلاص الاكس بي ده طبعا حاجة خلاص بقى أصبحت من التاريخ. هنبدأ برضو نتكلم على نقطة مهمة جدا، ألا وهي الريموت أسيستنت. والله في حد قاعد دلوقتي قدام جهاز الكمبيوتر وعايز ان هو انت تدخل تساعده. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا باجي هنا بعمل نفس كده، هكتب ريموت. بص مجرد ما ببدأ اكتب ريموت اهو، ريموت اسيستنت اهي. بصوا بدأت تظهر allow، بدأ يظهر لنا خيارين: allow remote assistant invitation أو invite someone to, to connect to your PC. تقدر تدعي واحد إن هو يدخل على الجهاز بتاعك، أو إن أنت تدخل على جهاز حد، تبدأ إن أنت تقدر تلعب في الإعدادات دي من هنا أهي. هي الديفولت بتاعها طبعا don't allow remote connection to this computer، علشان ده السكيور تشويس الديفولت بتاع الويندوز. لان لازما علشان حد يدخل على الجهاز بتاعك لازم تكون بتثق فيه، لانه مجرد ما يدخل لا ده خلاص بقى عنده تحكم معاك في الجهاز بتاعك. طبعا هنا الكمبيوتر نيم، ديفايس مانجر، حاجات كده كتيرة. ريموت اسيستنت من هنا. طيب لو جينا هنا اسيستنت invite someone to connect your، عملنا دوسنا على هنا. كده بقى انا هبدأ ان انا افتح ال الاولانية كانت الاعدادات بتاعة الانفيتيشن. دي عندنا دلوقتي خيارين. اول واحدة invite someone you trust، واخدين بالكم you trust to help you، تدعي واحد علشان يبدأ ان هو يدخل ويساعدك. طب التانية عشان انت اللي تدخل تساعد شخص معين. وطبعا احنا مش هندخل طبعا عمرنا علشان حد يساعدنا من بره، لا احنا المفروض ندخل ونبدأ نساعد الناس. طيب هنا بيقول لك بقى يوز ان انفيتيشن فايل. لو انت عندك فايل هو بعته لك علشان ايه تقدر ان انت تساعده بيه ولا حاجة، اهو بحدد له ويبقى باعت لي فايل، بدوس بختاره بيبدأ يفتح لي سيشن ما بينه ويبدأ ان احنا ندخل. ودي طبعا في شوية ادفانسد اوبشن كده علشان كاحتياطية كده بنعمل بيها شوية حاجات تانية. طب طبعا التاني بيعمل ايه؟ بيدخل على invite someone وهنا بس مثلا كده. طبعا عندنا بس مشكلة في موضوع الحاجات. بيقول لك a firewall is blocking remote assistant connection. لازم أن تبدأ تدخل وتعمل allow للريموت كونكشن من ال من الفاير علشان يسمح بالسيرفيس دي. طبعا احنا مش هنتعمق فيها لان حاليا موضوع ان انت تعمل اسيستنت بالشكل ده طبعا مش غالبة او مش كتيرة. كل الناس دلوقتي بتستعمل برامج زي مثلا الاني ديسك او التيم فيور علشان تقدر تاكسس الاجهزة. بس طبعا انت لو مش عايز تستخدم سيرد بارد بروجرام بتقدر ان انت تدخل من خلال الريموت اسيستنت ده وتبدأ ان انت تساعد الناس من خلاله. طيب انا دلوقتي في الشبكة وعندي مجموعة افراد، عايز ابدا ان انا ادخل اساعدهم. انا كاي تي في شركة عايز ادخل مثلا، او سيرفر ادمنستريتور عايز ادخل مثلا على حد على الجهاز بتاعه علشان ابدا بقى انزل له شوية برامج واعمل له شوية حركات على الجهاز. المفروض ان انا بقى ابدا ان انا استعمل الحاجة اللي فعليا مفيش اي تي بيستغنى عنها، الا وهي الريموت ديسكتوب. لو وقفنا كده وكتبنا ريموت، ومجرد ما بدوس حرف الدي بس فتح لي الريموت ديسكتوب. بيقول للكمبيوتر اللي انت مثلا عايز تساعده اسمه ايه او الاي بي بتاعه ايه. بتبدأ تكتب له هنا الاسم مثلا بتاعه او الاي بي بتاعه، وبتبدأ تقول له كونكت بيبدأ يكونكت. طب لو دخلنا على شو اوبشن هنا فتح لي شوية
اوبشنات تانية. هنا بالنسبة مثلا وليكن للديسبلاي، بتقدر ان انت تدخل تشوف الشاشة مثلا بأبعاد معينة وحاجات معينة، وتقدر تتشارك معاه في السماعات. يعني ممكن تشغل مثلا أغنية عندك انت، تروح مسمعها عنده هو مثلا في الجهاز بتاعه. تقدر بقى مثلا تاخد البرينتر مثلا، برينتر او ديفايسز تانية، وتشاركوها مع بعض الكونكشن ده. شوية اوبشن كده صراحة، يعني غاية في الروعة. ادفانسد بقى في حاجات بقى في السكيورتي وكده. تقدر تخليه مثلا يسجل الكونكشن. طبعا الموضوع بتاع الريموت ديسكتوب كونكشن ده هنتناوله بالتفصيل بإذن الله في الكورس بتاع مايكروسوفت، اللي هو السيرفر ادمنستريشن. بس ده كنقطة يعني مهمة لازم أن تبقى فاهمها، ان الريموت ديسكتوب ده بتقدر ان انت تدخل على اي جهاز، وتبدأ من خلاله ان انت تسطب له برامج، تشوف له مشكلة هو عايز يحلها. بتقدر تتحكم تحكم كامل في كل حاجة في الويندوز بتاعه. وطبعا هنعرف بإذن الله من خلال الدرس الجاي ان انا لما بدخل ريموت ديسكتوب ممكن ادخل اغير شوية حاجات، اخلي اليوزر خلاص بقى يفقد السيطرة على كل حاجة في الجهاز بتاعه. هنتكلم في الجزء الثالث بتاعنا عن الاختراق عن بعد. مبدئيا جميع الأنظمة المتوصلة على الشبكات، سواء كانت شبكات محلية أو شبكات عالمية زي شبكة الإنترنت، فهي عرضة للاختراق عن بعد. طب ده بيتم إزاي؟ ده بيتم عن طريق الثغرات اللي موجودة في الابليكيشنز، أو في الاوبريتنج سيستم، أو في البرامج اللي نازلة على الاوبريتنج سيستم. بتبدأ تفتح ثغرة للمخترق، من خلالها بيقدر ان هو يتسلل ويبدأ يزرع ملفات في الجهاز، علشان يقدر يأكسس عليه من بره، ويقدر ان هو يتحكم فيه تحكم كلي. وطبعا برضو من خلال البرامج الخاصة بإدارة الأجهزة. فممكن حد يبدأ يستخدم برنامج لإدارة الأجهزة معمول علشان المساعدة، يبدأ يستغل الموضوع ده استغلال سيء، ويبدأ يستخدمه إن هو يقدر يهاك على الجهاز، ويقدر يخترقه ويعمل أشياء مش كويسة في الأجهزة وفي الشبكة كلها. وبرضو الحاجات اللي هي زي أحصنة طروادة، دي حاجات من اللي بتسهل فتح منافذ على أجهزة الكمبيوتر. فممكن يبقى الجهاز مثلا متأمن كويس من بره، بس يجي حد معاه فلاشة يبدأ يحط اليو اس بي مثلا، تبدأ ان هي تدخل زي تروجنز على الجهاز، يبدأ من خلاله يفتح منافذ في الجهاز، تمكن المخترق من بره ان هو يقدر يدخل على الجهاز. طيب ساعات المخترق ما بيبقاش عارف يدخل، فبيعمل ايه؟ بيبدأ يستخدم اسلوب حاجة اسمها denial of service او حجب الخدمة، علشان يبدأ انا مش عارف ادخل للنظام، طب انا اوقفه. ممكن لما اوقفه اقدر ان انا مثلا حد يجي يلعب في حاجة يفتح لي بورت، ابدأ ان انا ادخل. طبعا الكلام ده هنخوض فيه كتير جدا، وهنشرحه بتفصيل تفصيل تفصيل في الكورسات اللي جاية بإذن الله. طيب نيجي للنقطة التانية. ايه اللي تخلي الهاكرز ان هو يبدأ يدخل ويتعب علشان يقدر ان هو يخترق جهازي؟ والله هي في اسباب كتيرة جدا للحاجة دي، بس في المجمل بتكون يا اما هجمات ضد مواقع حكومية بتتبع مثلا دولة معينة لحساب دولة تاني، زي الهجمات اللي حصلت ما بين روسيا وأوكرانيا. طبعا مش بتكلم على الهجمات العسكرية، لا، الهجمات الإلكترونية. زي مثلا عندك أوكرانيا عملت هجوم على روسيا، وقفت اللي هي التاكسي العاصمة ده فترة كبيرة جدا، وعملت ازدحام مروري، وعملت مشكلات كبيرة جدا في البلد، بمجرد ان هي عطلت نظام التاكسي اللي كان بيدير البلد، فحصل مشكلة كبيرة جدا. وردت طبعا عليها روسيا بشوية هجمات تاني برضو، دمرت لها فيها شوية مواقع وسرقت شوية بيانات وكده يعني. ده سبب من الأسباب. في سبب تاني ومن الأسباب القوية، اللي هي الأسباب الاقتصادية.
طبعا في منافسة بتكون مثلا ما بين دايما شركتين مثلا او اكتر، وكل واحدة فيها عايزة تعرف ايه نقط الضعف اللي عند الشركة التانية، وايه الحاجات الجديدة اللي بيعملوها عشان تبدأ ان هي تنفذها برضو الكلام ده. فبيبدأوا يدخلوا كمنافسة غير شريفة، ويقدروا ان هم يحاولوا يهاكوا او يوقعوا الشركة التانية، بحيث ان هم يبقوا في مقدمة الشركات، او يعني بمعنى اصح يبقوا في حال افضل من الشركات التانية. الانتقام ده السبب الثالث اللي يخلي الهاكرز يدخلوا. واحد بقى حاسس بظلم من مؤسسة معينة، من شركة معينة، حصل معاه مشكلة معينة، فبيحاول ينتقم منها. في بقى النقطة الرابعة، ناس مخربين، ناس بتخرب لأجل التخريب فقط لا غير. وطبعا اللي بيساعد في المواضيع دي برضو البرامج الكتيرة جدا اللي بتتعمل من الهاكرز. اه والله انا البرنامج سهل جدا ادخل واعمل هاك بيه، طب ما يلا اجرب. فحتى التجربة نفسها بتدفع الواحد ان هو يحاول يسيطر على معلومة، يحاول يعرف حاجة. فبدافع بس الفضول ممكن تبص تلاقي الناس بتهاك. طيب ازاي بقى نبدأ نواجه الاختراقات الخارجية؟ اول حاجة لازم يبقى عندنا الفاير وول شغال، وكل طبعا ما المؤسسة بتبقى قوية بنبدأ ان احنا الفاير وول لازم يكون قوي جدا. طيب، وبالنسبة برضو لازم تاني نقطة ان احنا نبدأ نشوف برامج الانتي فيروس ونشغلها كويس جدا، ونعمل لها الابديتس بتاعتها بشكل مستمر، عشان لو نزل فيروس جديد ولا حاجة يبدأ البرنامج ينزل لك البصمة بتاعته، علشان تبدأ ان انت تبقى حامي نفسك منه. ودايما طبعا تحديث الأنظمة الحماية كلها بشكل دوري، ده بيساعد ان انت تتصدى للمخترقين الخارجيين. حتى برامج التشغيل والبرامج نفسها وأنظمة التشغيل والحاجات دي لازم برضو تتحدث بشكل مستمر. كلمات المرور تتغير من وقت للتاني وتبقى كلمات قوية. كل الحاجات دي بتساعد في التصدي للهجمات الخارجية على الأجهزة. هنتكلم بقى في النقطة الرابعة على نقطة مهمة جدا. آه، في النقطة الرابعة هنتكلم عن موضوع اختراق التليفونات في اليومين دول. موضوع الاختراق بتاع التليفونات اليومين دول بقى مهم جدا جدا جدا، لأن كل واحد شغله وفلوسه وعلاقاته ومعارفه وأسراره على التليفونات. لذلك إسرائيل مهتمية بموضوع اختراق الهواتف ده بشكل كبير جدا، ويمكن أقوى برامج أو أقوى أجهزة تجسس واختراق للتليفونات بتنتجها إسرائيل. فموضوع الاختراقات بتاع التليفون ده هنتكلم بإذن الله عنه في الكورس في السلسلة بتاعت المخاطر الإلكترونية التي تمس العامة. بإذن الله هنتكلم عنها بالتفصيل الممل، وإزاي نقدر إن احنا نحمي التليفونات بتاعتنا من الهجمات الخارجية، وإيه التدابير الأمنية اللي المفروض نعملها. هنتكلم في حكمة النهاردة وهنقول دايما خليك انت الطرف اللي فوق، انت اللي تساعد، مش انت اللي تقبل المساعدة. كل ما هتكون عندك معرفة، وكل ما هتكون انت اللي بتساعد الناس سواء ريموتلي او بتساعدهم في الحياة العادية، هتبقى انت اللي ليك الايد الاعلى. فدايما ما تنتظرش ان حد يجي يساعدك، بل اتحرك علشان انت تساعد الناس. ولو عايز تساعد شارك الفيديو ده مع اصدقائك، وديسلايك للفيديو، ونشوفك الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.